لكن على الدلالين أن يتقوا الله وأن يلزموا الصدق وأن لا يحملهم الجشع على تنفيق السلع كيفما كانت. بعض الأراضي أو السيارات أو السلع معيوبة، لكن طمعا في هذه الدلالة يحاول أن ينمقها ويحسنها حتى تمشي، ثم تأتي المشاكل ولا يبالي. هذا في الغالب يحصل من قساة القلوب الذين ليست عندهم التقوى المطلوبة، يورط المشترين لأجل الطمع في أجرة الدلالة. من دخل في باب الدلالة إما أن يلزم التقوى والورع، وإلا فخير له ألا يدخل هذا الباب. وعلى ما نسمع من إخواننا العاملين في هذا الباب أن كثيرا من هؤلاء الدلالين يحصل لهم على ما يعبر البعض يعتمون إذا رأوا الدراهم والسيولة، ويبدأ في أول الأمر وهو منضبط، ثم للأسف يماشي ويجاري يعني العوام في هذا. فعليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله في الوصف وفي النصح وفي التحري والتثبت وفي عدم التنافس المذموم. كل يعني يكيد للآخر أو يعمل سرا وراء الآخر ويدخلون في أحن وفتن. لا، يلزم الصدق والبركة من الله. البركة من الله. رب مال يسير يجعل الله فيه البركة فينتفع به صاحبه أعظم من انتفاعه بالمال الكثير. البركة من الله في الوقت وفي الصحة وفي المال وفي الزوجة وفي الولد وفي البيت. البركة من الله. التمس البركة، وإذا جعل الله سبحانه وتعالى البركة في شيء فاحمد الله. لا تفكر بالكثرة لكن فكر بالجودة. إذا حلت البركة في مال انتفع به صاحبه، وإذا محقت البركة من مال كان شقاء على صاحبه، يتعب في جمعه ولا يستفيد منه فائدة تذكر. فعلى الإخوة الدلالين أن ينصحوا لإخوانهم الباعة والمشترين. قد يكون بعضهم يرفق بجانب المشتري ولا يرحم البائع، تكون سلعته تستحق 100,000 فيأتي ويصور له أنها لا يمكن أن تباع ب50، فأنا وجدت لك مشتري بكم؟ ب60، هو يريد 100، يصور له أنها لا تمشي إلا ب50، فاحمد الله أنك وجدت كم؟ 60، والغرض أن يمشي البيعة. فإن صدقا وبينا، هذا على البائع وعلى المشتري وعلى الدلال الذي واسطه. طيب، إلى هنا والحمد لله.